انزل واروح انادي ابن عمي، تعرفون في قريه. قلت له تعال بيك. قال ايش تبغى؟ قال ابيك في موضوع، تعال. يقول جمعي. وين بتروح؟ قال يا اخي ضيعت لي 3000 ريال ابغى اروح ادورها. قال وين؟ قال في المكان الفلاني. يقولوا مشيت انا وياه ورحنا للوادي نفسه، ادور في الوادي، ادور ما لقيت شيء، فص ملح وذاق. يقول الجماعه زعلوا واخذوه، قالوا اعطيناه هديته ولا اخذها. الخلاصه ان الرجال رجع بخفي حنين، ما لقى الصره. رجع يقول وانا راجع جالس افكر، قلت انا شفتها امس فحم بالليل، والحين قاعد اشوفها ذهب، فربما هذه في النهار ذهب وفي الليل فحم، فخلني انتظر حتى يجي الليل. انتظر لين جاء الليل ويطالع واذا هي ذهب على حالها، ما هو مصدق الرجل. فيه سوق قريب منهم، السوق هذا تباع فيه بضائع كثيرة ويتداولون الناس فيه البضائع ويجونه من القرى المختلفة، يعني مثل ما تقول في منتصف الطريق بين القرى. وكان فيه واحد هناك يتعامل بالذهب، يبيع ويشتري بالذهب. فراح لصاحبه يقول جيته، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. قال يا أخي أنت تبيع وتشتري بالذهب؟ قال لي. قال طيب أنا عندي شيء بوريك إياه. قال تفضل. يقول طلعت له قطعة واحدة، لأنهم معاه مجموعة من القطع. يقول طلعت له قطعة واحدة. يقول أخذها وطالعها وطارت بوهته. طارت بوهته يعني استغرب،